شركة لاكوست دارت واحد الحركة مستفزة للمغاربة وللمغرب. هاد الحركة اشنو هي انها خرجت واحد الكوليكسيون، واحد تيشيرت جديد دار بوم في العالم كامل، كيتباع في العالم كامل، وفيه الخريطة ديال المغرب مقسومة باينة واضحة. الوغ هاد الشركة هادي دارت هاد الحركة هادي، كنعرفوا ان حاليا كاين واحد العداء اللي فرنسا كتوجهوا للمغرب. علاش؟ لانها المغرب حاول انه يبدل التموقع ديالو ويبدل المعاملات ديالو، وانه يتخلى تدريجيا على التبعه لفرنسا. الشركات الفرنسيه بطبيعه الحال ما عجبهاش الحال، وكانت من اول الشركات يعني اللي دارت واحد الخطوه استفزازيه. يعني كاينين بزاف ديال الحوايج اللي وقعوا، من بينهم الصحافه الفرنسيه الصحافه ديال الدوله الفرنسيه اللي كنشوفوها انها كتهاجم المغرب. ودابا جات هذه الخطوه هذه استفزازيه من شركه لاكوست. ولكن السؤال اللي باقي ضرني في راسي، لاكوست عندها المحبين بزاف والعشاق بزاف في المغرب وفي الجزائر وفي شمال افريقيا بصفه عامه. واش هاد الناس هادو قادرين انهم يقاطعوا هاد الشركه لانها دارت هاد الفعل اللي كيهاجم المغرب وكيهاجم الوحده ديال المغرب؟ خليو لي التعاليق ديالكم ونشوف الاراء ديالكم.